الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها يجنن وخطير وكمان في صينية واحدة. تعالي أقولك عملتها ازاي. هاتي بقى صدر فرخة مغسول كويس جدا ومتصفي، وهبدأ كده أقطعه طرنشات بالشكل ده. هنخلص كل الكمية وهجيب بقى طاسة كده سخنة، وهحط فيها مكعبين من الزبدة، وهنزل بقى بشرايح الفراخ أديها صدمة، ملح وفلفل اسمر ومعلقه من بهارات الفراخ تغير لون كده وتاخد معايا سوا بالشكل ده كده. وعندنا بقى حله فيها ميه سخنه، معلقه من الملح، وانزل بالمكرونه الاسباجيتي. بكده الفراخ جاهزه معايا والمكرونه اتسلقت معايا 3/4 سوا. صفيتها بقى كويس جدا، الميه دي انا مش هرميها هستخدمها. وهحط بقى طاسه كده فيها مكعبين من الزبده، عليهم 4 معالق من الدقيق، وابدا اقلبهم كويس كده لحد ما تلاقي الدقيق كده استوى معاكي وبقبق بالشكل ده. عليهم 3 كوبايات من الحليب الساقع، هدوبهم بقى على نار متوسطة، وانزل بكوباية من المية اللي احنا سلقنا فيها المكرونة، وقالب ماجي وملح وفلفل اسمر. وهحط بقى معلقتين كبار من الجبنة الكيري، هيوديها في حتة تانية خالص. وانزل بقى بالفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض وفلفل الوان وزيتون، وانزلي بالمكرونة كله في صينية واحدة. هتكوني بقى طافية النار، وتحطي على الوش جبنة موتزاريلا وتدخليها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بتطلع بالجمال والحلاوة دي، تجنن خطيرة. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.